هنعمل ديسكريبشن كده صغير خلاص، تعرفي عيالك كلهم عليه، ورقه صغيره كده هتكتبي فيها التحمل بتاعك قد ايه. كده ينفع؟ طب تعالى كده. اول حاجه لا نحمل اكتر من شنطتين، والله ما عنديش 3 كتاف، انا عندي كتفين، اخري شنطتين هشيلهم. تاني حاجه حمل طفل واحد، احنا ما شاء الله الاطفال عندنا غير اي حجم اي اطفال تانية، لو هو شاف فيديو على اليوتيوب او حاجه مامتهم شايلاهم كلهم مش هينفع، حلل المحشي عامله شغل، فانا اخري بشيل طفل واحد. تالت حاجه ان اتفه واحد في العيال هو اللي هشيل مسؤوليته، يعني عادي انا جايبه عيال اصلا عشان انزل لهم واقول لهم شيلوا مسؤوليه نفسكم، مش هشيل مسؤوليه شله واحنا رايحين النادي، مش هعمل كده. انا اكتر واحد بيضيع حياته وعمره ممكن يموت فيها، ده اللي هشيل مسؤوليته ان شاء الله. ما عنديش اي جيوب، والله ما عنديش غير جيوب انفيه بس، فانا مش هشيل اي حاجه معايا، لا موبايل ولا سماعات ولا محفظه، عشان احنا مكسلين نشيل الشنطه. ما بروحش حمامات، اول ما الاكل السخن بينزل في كده شخص معين مصر يتزنق حمام، انا مش هروح معاه الحمام، والسن اللي انا هدخل معاه الحمام قبل سنتين، بعد كده عادي اعملها وانت واقف. ما بقعدش اتفرج عليكم في الجاردن اكتر من 4 ساعات، ولا بروح اجيب لوحدي ال 15 قطعه زلابيا على ال2 كريب اللي انتوا عايزينه، على غسل البنات، على شويه فشار، لاني عندي ايدين بس.